فيديو النهارده هقول لك على كام حاجه لو عملتها يخلوا شغلك في الاوتوكاد اسرع 5 مرات، وكمان هيسهل عليك الشغل جدا وهيوفر معاك في الوقت وفي المجهود. انا عمر شاهين ودي قناه الكتريكال انجينيرز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا جماعه؟ قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتجيب مشروبك اللذيذ وتفتح اللاب بتاعك عشان محتاجك تطبق ورايا في فيديو النهارده الحاجات اللي هنعملها مع بعض. زي ما اتفقنا ان هدفنا ان احنا نوصل بيك للمستوى الاحترافيه والدقه والسرعه، عشان كده بكرر في اي فيديو ان لازم تشوف الفيديو على الاقل 3 مرات. مره تشوف الفيديو بشكل كامل من غير ما تعمل حاجه، وتاني مره تطبق ورايا، والثالثه تطبق من نفسك وترجع تشوف اللي انت عملته ده صح ولا لا. بدون بقى مقدمات كتير يلا بينا نبدا الشرح على طول. اول حاجه هنشرحها النهارده هي الريفرنس، ودي لو عندي حاجه انا مش عارف الروتيشن بتاعها بزاويه قد ايه او حجمها قد ايه هقدر اعمل سكيل للحاجه الثانيه او روتيشن عليها. عشان ما نلخبطش خلينا ناخد مثال. اول حاجه لو عندي ريكتانجل بالمنظر ده كده وعندي ريكتانجل تاني صغير بالمنظر ده كده، انا عايز اخلي السكيل بتاع الريكتانجل ده على قد السكيل بتاع الريكتانجل ده، فهعمل كده اس سي اللي هي سكيل واختار اي بيس بوينت مش فارقه البوينت اللي هتعملها. وبعد كده شايفين تحت كاتب ايه؟ في كوبي وفي ريفرنس. انا هتك حرف الار عشان يعمل لي الريفرنس. انا عايز من هنا لهنا كده، يعني اختار الريفرنس اللي انا بعمل سكيل من عليه وبعدين اتك حرف البي زي ما انت شايف جايب لك تحت في بي اهو، فتك حرف البي. اروح بقى انا عايزه الضلع ده يبقى قد في السكيل الضلع ده، وبالتالي بصوا كده لو جيت عملت موف هتلاقي الاثنين انطبقوا على بعض بشكل تام تماما، وهو ده اللي انا عايزه. طيب حاجه ثانيه، لو انا عندي ده لافف كده بزاويه انا ما اعرفهاش، لافف مثلا وليكن بالزاويه دي، وانا عندي الثاني ده عايز اخليه يلف برده بنفس الزاويه اللي هو لافف بيها، برده هستخدم نفس الامر ولكن مع امر الروتيت. هعمل روتيت واجي اختار اي بيس بوينت، بعدين اعمل ادوس حرف الار، هقول له والله انا عايز الضلع ده واتك بيه يلف ويكون زي الضلع ده. هلاقيهم برضو بنفس الطريقه كده عملوا روتيت مع بعض في نفس الكلام منطبقين خالص زي ما احنا شفنا كده. تاني حاجه النهارده معانا وهو امر ام تو بي. لو انا عايز احط حاجه في وسط حاجتين كنت بروح اعمل البولي لاين وبعدين اجيب النص بتاعه وبعدين احط الحاجه في النص. يعني كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل بولي لاين مثلا. لو انا عايز اجيب الدايره دي بين الدايرتين دول كنت بعمل بولي لاين كده وبعدين اشوف نقطه النص بتاعه واروح جاي محددها كده واعمل يعني خلينا شغالين بالاف 8 عشان تبقى متحدده بالظبط. بولي لاين بالمنظر ده كده واجي على نقطه النص واعمل كده، فبالتالي خلاص انا عرفت اعمل موف واجيب نقطه المنتصف هنا بقت في النص. طيب ايه رايك بقى في امر يوفر لك الخطوات دي كلها؟ يعني لو احنا خلينا دي كده بعيده خالص ومش موجوده هنا خالص، موف بالمنظر ده كده في اي حته فوق، وعملنا موف بالمنظر ده. هاجي قبل ما احركها واحطها في اي حته اكتب الامر اللي بقول لك عليه ده M2 بي والتكه مسطره او انتر، بعدين احدد له انا عايزها تبقى في منتصف انهي نقطتين، فهعمل هنا كده وهاجي النقطه الثانيه كده هلاقيه جابها لي في المنتصف بالظبط. لو جينا كده بالدايمنشن شفنا الدايمنشن من هنا لهنا كده زي ما انتم شايفين هنلاقيها هنا مثلا 1300 وحاجه. هنيجي برضو نفس الكلام هنا كده ونعمل هنلاقيها نفس الرقم بالظبط، لان احنا خلاص ضامنين ان M2 بي بيجيبها لك في المنتصف بالظبط زي ما احنا شفناها كده. تالت حاجه معانا هو امر الاين، وامر الاين ده امر جميل جدا لانه بيعمل لك روتيشن وموف في نفس الوقت. خلينا ناخد مثال. لو عندي بول لاين بالمنظر ده كده وعندي مستطيل بالمنظر ده كده، بس المستطيل معمول له روتيت بالمنظر ده كده، انا عايز اجيب المستطيل هنا يحاذي البولي لاين ده، فبعمل ايه؟ بعمل ايه اللي هو امر الاين اللي احنا لسه قايلين عليه، وبروح جاي مختار اي ريفرنس بوينت وجايبها من هنا كده، والريفرنس الثانيه الضلع اللي انا عايزه يوازي وتجيبه هنا كده، والتكه مسطره هلاقيه عمله لي روتيشن وموف في نفس الوقت. رابع امر معانا النهارده وهو امر الاكس ريف، وهو امر مهم جدا وكنت اتكلمت عنه في شرح الكومبوزيت بلان على الصفحه. لو لسه ما شفتش البوست روح شوفه، وحتى لو مالكش في القرايه استنانا ان شاء الله عشان في الفيديو اللي جاي هتكلم عن الكومبوزيت بلان. الاكس ريف مهم جدا لانه بيخليك تعمل لينك بين فايلين مع بعض وتقدر تعدل على واحد فيهم فيسمع في التاني. خلينا ناخد مثال. لو عندي مستطيل هنا بالمنظر ده كده ورحت جاي واخد منه كوبي من هنا كده وعملتها من هنا كده عشان يبقى كأن عندي غرفتين، بعدين عملت دايره هنا في المنتصف كده وعملت برضو الناحيه الثانيه ريكتانجل صغير في المنتصف، هجيبه انا في المنتصف بعد ما اخلصه موف واختار البيس بوينت دي واجيبه في المنتصف هنا كده، وسيفت الفايل ده هسيبه في اي حته وليكن مثلا على الديسكتوب واسميها اي اس. تمام. هفتح انا رسمه جديده خالص بالمنظر ده كده واخد انا المستطيل بتاعنا ده كده، او خلينا بقى ناخد المعماري كله بشكل عام. هتك امر الاكس ريف اللي انا لسه بقول لك عليه، اكس ريف هتكتب اكس ريف بس هيفتح لك قائمه بالمنظر ده كده او تابه جديده بالمنظر ده كده، هتيجي من اتاش دي دبليو جي فوق تمام وتتك عليها. انا عايز اعرفك برضو الحاجات اللي انت ممكن تاتاشها، ممكن ايمج دي دبليو اف ودي دبليو جي وبي دي اف وكل حاجه. انا خلينا ناخد اتاش دي دبليو جي وهتروح ناخد الملف اللي احنا لسه قايلين عليه هيفتح لك بالمنظر ده كده. خلي السكيل بتاعك طالما انت هتشتغل على نفس السكيل واحد في الاكس والواي والزد، وبرده الانسرشن بوينت خليه اعمل سبيسيفاي اون سكرين لان انت اللي هتحددها دلوقتي، ويخليه اتاتشمنت مش اوفرلي. انا مش عايزه يجي كاوفرلي، انا عايزه يجي كاتاتشمنت موجود في الرسمه معايا عشان اقدر اعدل عليه بعد كده، واتك اوكي.
لاحظ انه هيجيب لك الفايل بالمنظر ده، انت تحطه في اي حته. فلو انت عندك معماري قديم وتحدث عليه هتاخد البيز بوينت من هناك وتضيفها هنا بالمنظر ده كده. ايه بقى اللي استفدته منه؟ انا دلوقتي لو بعمل الكومبوزيت بلان وجيت على الملف ده كده ورحت جاي كليك يمين وإيديت اكس ريف ان بليس، تمام، واتكيت اوكي، لاحظ انه مش هيفتحه. ليه؟ لان انت لسه فاتح الرسمه الثانيه بتاعته، فالمفروض تروح تقفلها الاول. خلينا نقفل دي كده ونقفل الرسمه الثانيه دي كده، ونيجي هنا نتك كليك يمين واكس اديت اكس ريف ان بليس، كانك بتعمل اديت بلوك ان بليس برضو. لو خلينا الدايره دي، لاحظ كده معايا، لو خلينا الدايره دي كده لونها احمر وخلينا عملنا لها موف عشان تيجي على بدايه المستطيل من هنا، وده لو خليناه لون تاني برضو، خليناه مثلا لونه اخضر او اصفر وعملنا له روتيت بالمنظر ده كده من هنا، وبس كده هتعمل لي كلوز ريفرنس اديت سيشن وتتك سيف وتتك اوكي. كده لو رحنا نفتح الرسمه الثانيه اللي احنا لسه مسيفينها اللي هي الاس اي دي وفتحتها كده، هتلاقيه حافظ لك نفس التعديلات في الفايل كانك زي ما قلنا اشتغلنا. طيب ده هيفيدني في ايه يا باشمهندس؟ ده هيفيدني زي ما قلنا لو كومبوزيت بلان، لو انا عامل شوب درونج للسي سي تي في مثلا والكيوماتيك سيستم او اي سيستم تاني، وجيت حطيتهم على بعض لقيت في اختلافات او لقيتهم مكلشين مع بعض، في كلاش بين هنا وبين هنا، فهعمل ايديت على الفايل بتاع الكومبوزيت بلان، وبالتالي هيسمع معايا في الشوب درونج على طول مره واحده، وهكذا هتلاقيني عملت الكومبوزيت بلان بسرعه وبدقه ووفرت مجهود ايام. على فكره اخر امر معانا وهو امر مهم جدا برضو، اللي هو امر اي دي سي، وده لو انا عايز اخد حاجات من رسمه زي مثلا لاي اوتس او دايمنشن ستايل او اي حاجه من الرسمه دي من غير ما اقعد بقى اخد كوبي بس. زمان كنت عشان مثلا اخد اللاي اوت من الرسمه بروح على الرسمه دي واعمل كوبي لللاي اوت واروح جاي اعمل له بيست ويطلع اكبر من الرسمه بتاعتنا، وبعد كده اقعد اعمل له سكيل واصغره. ازاي مثلا لو انا عندي الرسمه دي كده انا عايز اخد الشكل الاخراج بتاعها ده، كنت بروح اعمل كنترول سي واروح على الرسمه بتاعتي هنا كده في اللاي اوت ده وامسح اللاي اوت اللي موجود كده واروح جاي اعمل كنترول في زي ما انتم شايفين كده كنترول في، فكانت بتيجي يا اما اصغر يا اما اكبر بالشكل ده. طيب انا بقى مش عايز اعمل الخطوه دي خالص، هروح جاي ماسح اللاي اوت ده خالص، اعمل له ديليت كده، مش عايزه خلاص، واسيب ده دلوقتي لان لازم يبقى فيه لاي اوت موجود، واتك امر اي دي سي واروح زي ما انت شايف كده فتح لك البراوزر كانك في الويندوز بتاعك، وتختار الرسمه اللي انت عايز تاخد منها اي حاجه. شايف هنا كده لو انت عايز تاخد من الرسمه دي بلوكات، لو انت عايز تاخد دايمنشن ستايل او ديتيل فيو او لايرز او لاي اوت او لاين تايب او مالتي ليدر او سكشن فيو او تيبل ستايل او تكست ستايل او اي حاجه. وكمان عشان كده شرحت الاكس ريف في الاول، لو عايز تاخد منها اكس ريف موجود. فدلوقتي خلينا مثلا نشوف اللاي اوت، فهيقول لك ان مفيش غير لاي اوت واحد اللي هو السي تي هناك، فانا هتك عليه كده بالمنظر ده، هضغط ضغطتين واستنى يحمل معاك على حسب سرعه الجهاز، هلاقيه ينزل لي اللاي اوت تحت. فخلاص انا مش محتاج اللاي اوت الثاني ده، ديليت بالمنظر ده كده، مش عايزه خلاص. واجي على السي تي دي هلاقي نزلها لي مظبوطه وحط لي الباندا بتاعتي وحط لي الاسم بتاعي وحط لي كل حاجه انا عايزها. ما فاضلش غير ان انا بس اغير هنا كده واختار بعد كده خلاص الفيو بتاعي اللي انا عايزه، وممكن اعمل من زوم ويندو واختاره بالمنظر ده كده، ويبقى انا خلصت خلاص، وخلصتها في اقل من دقيقه، اللي كانت بتاخد معانا خطوات كتيره وكانت بتزهق ناس كتير. وبس كده، يا رب اكون وفقت من ربنا ان انا اوصل معلومه ومعلومه تفيد الناس او تسرع شغلها. لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات الجديده اول باول. وكمان ما تنساش تتابعنا على لينكد ان تليجرام، الروابط كلها هتلاقيها تحت الفيديو. استناكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. سلام.